وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما فيما سبق أن السنة لها مع القرآن 4 حالات. الأولى تعبر عنه. طيب شو معنى تعبر عنه؟ لأنه مرادفا مثل العلم. لا خليل لا تعبر عنه إذا جاب الأخطلال لازم تعبر عنه وقبل لا تعبر عنه قد تكون يعني تنسخ نعم تأتي بأحكام جديدة. نعم تأتي بأحكام جديدة ما هي في القرآن. طيب مثال عبد الرحمن بن داود نزول الله سبحانه وتعالى مثل نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، هذا ما هو موجود في القرآن لكن جاء في السنة. طيب وأحكام كثيرة. قال المؤلف تفسر القرآن. تفسر القرآن وش معنى تفسره؟ توضح معناه مثل لا محمد قوله تعالى في والدينا النبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه النظر إلى وجه الله الكريم. طيب وتبينه حافيات القرآن مجملا فتفسره السنة. مثاله وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة أيضا بينها الرسول كيف تقام. طيب كيف ينزل؟ هل تكون السماوات فوقه أو يخلو العرش منه؟ بينوا لنا ماذا نقول. نعم طلب هذا الاستفسار ليس في موضعه. نعم ليس له كبير فائدة. نعم بل فيه استنطاق لله سبحانه وتعالى وسؤال عما لا ينفع. صح. ولما ورد عن السلف علماء السلف انهم كانوا لا يسألوا مثل هذه الاسئله استنكروها من فائده. نعم وقالوا هذه بدعة. نعم نقول هذا السؤال إيراده غير وارد وغير صحيح. نحن موقفنا من هذا أن نقول سمعنا وآمنا. أما أن نقول كيف وكيف فهذا ليس إلينا، والصحابة أعلم منا بهذه الأمور وأحرص منا على العلم وما سألوا. طيب ما هو بالنسبة لكون السماء فوقه إذا نزل السماء الدنيا، بالنسبة لخلو العرش منه ذكرنا فيها 3 أقوال. نعم أنه يخلو، أنه لا يخلو، التوقف. طيب نرجع الآن إلى الحديث مرة ثانية نشوف وش فوائد الحديث. احنا قلنا والله أنا أرجح التوقف، شيخ الإسلام يرجح أن العرش لا يخلو منه، وبينا لكم وجه ذلك فيما سبق. طيب سؤال الأخ اللي تو سأل ضيفنا قال إذا كان ثلث الليل على الكرة الأرضية كلها وش قلنا في الجواب عنه؟ قلنا يجب أن نؤمن إذا كان ثلث الليل في هذه المنطقة فهو نازل، في ثلث الليل في منطقة أخرى فهو نازل، والمنطقة الأولى ليس بنازل. هنا من فوائد الحديث أولا إثبات العلو لله. من أين يؤخذ؟ من قوله ينزل. وفيه إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. انتبه عبد الله. وفيه أيضا إثبات القول لله فيقول. وفيه إثبات الكرم لله عز وجل، من يدعوني من يسألني من يستغفرني. وفيه من الناحية المسلكية أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره، ما دام الرب سبحانه وتعالى يقول من للتشويق، من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فينبغي لنا ونسأل الله أن يعيننا وإياكم
ينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله. ستمر بك الأيام، فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، كل ما مضى ليس بشيء. الآن نحن مضى علينا البارحة وقبل البارحة واللي قبل، كأنها شيء ولا لا؟ أبدا، ما كأنها شيء، ما كأنها إلا أحلام، نعم أحلام راحت. فعند حضور الأجل سيكون حالك كحالك الآن، ليس وراءك شيء إلا ما أمضيته في طاعة الله عز وجل. هذا هو العمر. عمر الإنسان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله، أما ما سوى ذلك فهو خسارة عليه. فهذا الحديث من الناحية المسلكية يفيد أنه ينبغي لنا أن نغتنم هذا الجزء من الليل، نقول لله عز وجل: يا ربنا نسألك الجنة، يا ربنا نستغفرك من ذنوبنا، يا ربنا نسألك علما نافعا، نسألك عملا صالحا، وهكذا. تستغل هذه الفرصة. والمسألة قبل الفجر بكم؟ يكفي ساعة، نصف ساعة يكفي، نعم ما تيسر. نعم. يقول فيه: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. لله، اللام هذه لام الابتداء، والله مبتدأ، وأشد خبر مبتدأ، وفرحا تمييز. لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم براحلته. قال المؤلف: الحديث، يعني أكمل الحديث. الحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت عنه، فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة، أيس من الحياة، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. خلص، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة. تستطيعون الآن أن تقدروا هذا الفرح؟ أسألكم، هل تستطيعون ولا؟ أنا أعرف أنه عظيم، ما تستطيعون. ما يستطيع أن يصف أحد هذا الفرح إلا من وقع فيه. نحن الآن نقول كما قلتم: والله هذا فرح عظيم، يبي أفرح، أقبل على الدنيا بعد أن أدبر عنها، لكن ما نشعر بطعم هذا الفرح إلا إذا أصيب الإنسان بذلك، لا يعادله شيء. ولهذا هذا الرجل أمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أكبر. أخطأ من شدة الفرح، يعني ما ملك كيف يتصرف بالكلام. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته. وهل الله عز وجل محتاج إلى توبتنا؟ لا والله، نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن بكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود، اللهم إنك عفو تحب العفو، يفرح سبحانه وتعالى هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل. فماذا نقول في هذا الفرح؟ هل هو فرح حقيقي؟ إن الله يفرح. اتقوا الله، اتقوا الله. هل هو فرح حقيقي؟
ها؟ نعم، نقول هو فرح حقيقي وأشد فرح. نعم، فنثبت الفرح لله عز وجل حقيقة. ولكن هل هو كفرح المخلوقين؟ لا، ليس كفرح المخلوقين. الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره وخفة، ولذلك تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء مو على الأرض. نعم، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، نقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تشبه ذواتنا، لا تماثل ذواتنا، فله صفات لا تماثل صفاتنا، لأن كلام سلمان على الصفات فرع على الكلام في الذات، هما سواء. فنثبت أن نؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق به، لله أشد فرحا. وش يضرنا؟ نحن على خطر إذا قلنا أن المراد بالفرح الثواب، لأن أهل التحريف يقولون الله ما يفرح، والمراد بفرحه إثابته التائب، هذا المراد به، أو إرادة الثواب، لأنهم هم يثبتون الخلق، يعني أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه، ويثبتون الإرادة ولا لا؟ يثبتون الإرادة، فيقولون في الفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب، أو إرادة الثواب. ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثل ما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولا فرق، ولكننا لا نمثل صفات الله بصفاتنا أبدا. يستفاد من هذا الحديث مع إثبات فرح الله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده، حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة. هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به، هذا الفرح العظيم مع كمال غناه عنا وشدة حاجتنا إليه. من الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص عليه على التوبة، أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة. نعم، مثل أي فاحشة في القرآن 3 فواحش: الزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم. كذا نكاح ذوات المحارم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إلا ما قد سلف. نعم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة. نعم. طيب، إذن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني قالوا لا إله إلا الله، ولا ذكروا الله تعالى في نفوسهم، ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين. نعم، أيهما؟ الظاهر أنه الثاني، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا
لكن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يغفر الله لهم. الدليل ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. وللتوبة شروط 5. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يحملك على التوبة مراءة الناس أو نيل الجاه عندهم أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. الثاني الندم على المعصية. الثالث الإقلاع عنها. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه. والرابع إن قلت خطأ فقوموه، الرابع أن لا يعود إليها، أو العزم لا يعود. العزم لا يعود. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا عاد بعد صحة التوبة ما تنتقض التوبة الأولى، ولهذا نقول العزم أن لا يعود، مهم الشرط أن لا يعود. طيب العزم على أن لا يعود في المستقبل. الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الناس يؤمنون ولكن لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه 5 شروط إذا تمت صحة التوبة. ولكن هل يشترط أن لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ في خلاف، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين. يعني ما يقال أنه تاب توبة مطلقة، يقال تاب توبة مقيدة. فلو كان أحد يشرب الخمر والعياذ بالله ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر، صحت توبته ولا لا؟ صحت توبته من الخمر، صحت توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا، لكنه لا يصدق عليه وصف التائبين على سبيل الإطلاق، والثناء على التائبين ومنزلة التائبين ما تناله، لأنه الآن مصر على معصية. طيب رجل تمت الشروط في حقه، الشروط 5، وعاد إلى الذنب مرة أخرى، تنتقض توبته الأولى ولا لا؟ ما تنتقض. إذن نعم ما تنتقض، لأنه عزم على أن لا يعود، لكن سولت نفسه فعاد. إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية، وهكذا كلما أذنب يتوب، كلما أذنب يتوب، وفضل الله واسع والله أعلم. في دليل هنا. نعم. نعم، لأنه رحمه الله شف الأول قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، في الأول هو العقيدة. نعم.
ثم قال وهو جمع فيما وصف وسمى به نفسه فإن في أثبات، لكن يركز على الصفات لأن الأسماء لا ينكرها إلا طائفة من المعتزلة من غلاة المعتزلة. قلنا لكم ما هي بعرفها ما قلنا استدركنا على الموضوع. عندكم يدخل والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من الصفات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة الفرح، فما هو الدليل على ذلك؟ من أحدكم براحلته. طيب أين الدلالة؟ أشد فرحا. طيب هل هذا الفرح حقيقي أو مجازي؟ طيب ما هو الدليل على أنه حقيقي أيضا؟ يقول أصلا أننا نحمل النص على ظاهره، والرسول قال أشد فرحا فنثبت أن الله يفرح. طيب هل وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، في بعض النسخ كلاهما يدخل، وهو صحيح، لأن كلا يجوز في الفعل أو في خبرها سواء كان فعلا أو اسما، يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. وقد اجتمع في قول الشاعر يصف فرسين قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. قال كلاهما قد أقلعا، ثم قال وكلا أنفيهما رابي ولم يقل رابيان. طيب الحديث هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إلى رجلين يضحك إليهما عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهما، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة، لأن أحدهما قتل الآخر، أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا فقتله الكافر، قتل هذا المسلم شهيدا يدخل الجنة، ثم من الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهما. ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوق، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله، لأننا لا نستطيع أن نقول إن لله تعالى فمن أو أسنانا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز لنا أن نقول ذلك، لكن نثبت الضحك لله، ولكنه ضحك يليق به سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثل للمخلوق، فالجواب لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا من جهة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في مثل هذا إلا عن
عن وحي، لأنه من أمور الغيب، ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره، ولكنها من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. واضح؟ طيب، لو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحك، فالمراد الرضا، والمراد بالرضا أيضا الثواب أو إرادة الثواب، كما قال ذلك الأشاعرة. فما الجواب؟ نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فما الذي أدراكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الرضا؟ ثم ما الذي أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين. الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره إلى علم. الثاني أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. الثالث أن نقول لهم الإرادة إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنه تنتقض قاعدتكم، لأن للإنسان إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. للإنسان إرادة، بل للجدار إرادة، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم بقية الصفات، وإما أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة. أعرفتم الآن؟ طيب، فنقول هذا الضحك حقيقة لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين. طيب، قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره خير خطأ. طيب، الأثر المسلكي من هذا الحديث أو الفائدة المسلكية هو أننا إذا علمنا بأن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. شوف فهم الأعراب. فإذا علمنا ذلك أملنا به عز وجل كل خير، لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا وبين إنسان يضحك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب، العجب هو استغراب الشيء، واستغراب الشيء يكون لسببين. السبب الأول الخفاء، يعني خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء والمتعجب منه، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع. والثاني الثاني من أسباب العجب أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب. انتبه، قلنا في العجب له سببان. السبب الأول خفاء الأسباب على المتعجب بحيث يأتيه الأمر بغتة من غير أن يتوقعه.
وهذا يقع كثيرا. يجي إنسان مثل قادم من سفر بعيد بدون أن يخبرك وهو من أعز الناس عليك، تتعجب وش اللي جابك يا فلان ولا لا. تجد إنسان مثلا زمن وش معنى زمن يا بخاري؟ وش معنى الزمن؟ ما يستطيع المشي. تجده مثلا في أقصى بلاد الله. عجيب، وش اللي جابك هنا؟ نعم، لأنك ما تعرف الأسباب التي أوصلت. والسبب الثاني للعجب خروج هذا الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، بحيث يفعل فعلا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله. أيهما العجب الثابت لله، الأول أو الثاني؟ الأول ممتنع يا جماعة على الله. الأول ممتنع أن يكون سبب العجب خفاء الشيء على الإنسان، على المتعجب. والثاني يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن هذا العجب ليس عن قصور من المتعجب، ولكن بالنظر إلى حال المتعجب منه. فلنطبق الحديث هذا. قال عجب من قنوط عباده، القنوط أشد اليأس. يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوبنا. قال وقرب غيره، الواو بمعنى مع، يعني مع قرب غيره. والغير اسم جمع للغيرة. الغير اسم جمع غيرة، كالطير اسم جمع طيرة، وهي اسم بمعنى التغيير، اسم بمعنى التغيير. وعلى هذا فيكون معنى وقرب تغييره، وقرب تغييره. فيعجب الرب عز وجل كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون. يقول ينظر إليكم أذلين قنطين. ينظر إليكم، الله عز وجل ينظر إلينا بعينه. أذلين قنطين. الأذل هو الواقع في الشدة، قنطين هو اليائس. القنطين جمع قانط وهو اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الإنسان وحال قلبه. حاله ايش؟ أنه واقع في شدة، قلبه قانط يائس مستبعد للفرج، فيظل يضحك عز وجل يعلم أن فرجكم قريب. الله أكبر. يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة. كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون، قريب التغيير؟ كيف تقنط وهو إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فرجكم منين؟ من الأذل. يعلم أن الفرج قريب. في هذا الحديث عدة صفات. أولا العجب لله بقوله عجب ربنا من قنوط عباده. وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون. وفيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل بقوله وقرب غيره.
وأنه عز وجل تام القدرة، إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها بلحظة. ومن فوائد الحديث من الصفات الثابتة في هذا الحديث النظر، لقوله ينظر إليكم. نعم. ومنها أيضا الضحك، فيظل يضحك. والعلم يعلم أن فرجكم قريب. والرحمة أن فرجكم، لأن الفرج من الله جميع على رحمته عز وجل بعباده. كل هذه الصفات التي دل عليها الحديث والتي لم نتكلم عنها يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها ولن تأول فيها. طيب، ثم قال وقوله، قال حديث حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآثار المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر، والأمر هو القنوط من رحمة الله. ولهذا كان القنوط من رحمة الله من الكبائر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة هذا من كبائر الذنوب. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه، إن دعاه أحسن الظن به بأنه سيجيبه، إن تعبد له بمقتضى شرعه فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه، إن وقعت فيه شدة فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. بل قد قال الله تعالى إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر الأولى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. هذا متى؟ هذا يوم القيامة. لا تزال يلقى فيها، يعني يلقى فيها الناس والحجارة، لأن الله تعالى يقول وقودها الناس والحجارة، وهي تقول وقد يقال يلقى فيها الناس فقط، وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها، والعلم عند الله. يلقى فيها، وفي قوله يلقى فيها دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء، لا يدخلون مكرمين، بل يدعون إلى نار جهنم دعا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أن يأتوا بالنذير، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. هي تقول، النار تقول هل من مزيد، تكلم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله هل من مزيد، هل هنا للطلب يعني زيدوا، وأبعد من قال إنها للنفي، إن الاستفهام هو للنفي، والمعنى على زعمه لا مزيد على ما فيه. والدليل على بطلان هذا التأويل أن الاستفهام للنفي قوله حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه. انتبه، لأن هذا يدل على إيش؟ على أنها تطلب زيادة. هل من مزيد، فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها
زيادة على ما فيها. نعم. حتى يضع رب العزة، أتى برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر، وهنا رب بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. وقوله فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمه، وفيها أو عليها معناهما واحد، والظاهر أن في بمعنى على، فقوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي عليها. أما الرجل والقدم فمعناهما واحد، الرجل والقدم معناهما واحد. وسميت رجل الإنسان قدما لأنها تتقدم في المشي، فإن الإنسان لا يستطيع يعمل برجله إلا إذا قدمها، يقدم واحدة ثم الأخرى ثم الأخرى حتى يمشي. طيب، يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة العزة لله عز وجل. نعم، فيها باقي شيء. قال فينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي بمعنى ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل. وتقول قط قط بمعنى حسبي حسبي، يعني لا أريد أحدا. في هذا الحديث من الصفات إثبات العزة لله عز وجل بقوله رب العزة، وإثبات الأفعال الاختيارية يضع رب العزة، وإثبات الرجل لله عز وجل أو القدم لقوله رجله أو قدمه. طيب، وفيه من غير الصفات أولا إثبات القول من الجماد لقوله وهي تقول، وفي آخر الحديث أيضا فتقول قط قط. وفيه التحذير من النار لقوله لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. وفيها إثبات فضل الله عز وجل، فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها، لأملأن جهنم من الجنة، فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل وقالت هل من مزيد، وضع الله عليها رجله فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزواء، وهذا من فضل الله عز وجل. وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواما ويكملهم بها، يكمل ملأها بهم، ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب. ولهذا في الجنة يبقى فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله يخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أما في النار ما يخلق أقواما يعذبهم أبدا. طيب، إذن نحن نؤمن بأن لله تعالى رجلا وقدما، حقيقة ولا غير حقيقة؟ حقيقة تشبه تماثل أرجل المخلوقين؟ لا. طيب، ماذا يسمي أهل السنة مثل هذه الصفة؟ يسمونها الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية. يقول لأنها لم تعلم إلا بالخبر، ولأن نظير مسماها أبعاض لنا وأجزاء، لكن ما نقول بالنسبة لله أنها أبعاض وأجزاء، لأن هذا ممتنع على الله عز وجل. طيب، هل وافقنا الأشاعرة وأهل التحريف؟ لا، أهل التحريف يقولون
يضع عليها رجله، يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول. الرجل تأتي بمعنى الطائفة، قالوا نعم، حديث داود عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه رجل جراد، يعني طائفة من جراد. في لغتنا العامية نسميها الطائفة القليلة من الجراد نسميها إيش؟ ما عندي أحد من يسمونها قصمول. قصمول يعني قليل منها. طيب، المهم أنهم يقولون هذه إن شاء الله تمسحونها أحسن، لأن يمكن تكون فيها شيء. أقول الرجل من الجراد، الطائفة من الجراد، يقولون يضع رجله أي الطائفة الذين يدخلهم النار، الذين يدخلهم النار. طيب، هل هذا صحيح؟ أبدا، لأن اللفظ عليها. وأيضا هل يمكن أن يضيف الله عز وجل إلى نفسه أهل النار؟ لأن إضافة الشيء إلى الله إيش؟ تكريم وتشريف. كيف يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه؟ هذا لا يمكن. طيب، قالوا في القدم قدم بمعنى مقدم، أي يضع الله تعالى عليها مقدمه، أي من يقدمهم من الناس، يقدمهم إلى إيش؟ إلى النار. فنقول سبحان الله العظيم، إيش الفهم هذا؟ أهل النار لا يقدمون ويقدمهم الباري عز وجل، ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا ويلقون فيها إلقاء. كيف تقول يقدمهم الله إلى النار؟ يعني فروا من شيء ووقعوا في شر منه. فروا من تنزيه الله عز وجل عن القدم والرجل، لكنهم وقعوا في السفه والعياذ بالله، ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل. والحاصل أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدما، وإن شئنا قلنا رجلا، على سبيل الحقيقة مع عدم إيش؟ المماثلة. طيب، التكييف، هل نكيف الرجل؟ لا، ما نكيفه، لأن الله أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له رجلا أو قدما، ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، لو تردون الآن التسجيلات عشان نمسح هذه. إيش؟ لا خاصة ولا عامة ولو كان. طيب، هنا الفائدة المسلكية من هذا الحديث ما هي؟ الفائدة من المسلكية من هذا الحديث هو الحذر الشديد من عمل أهل النار، خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره، نسأل الله السلامة. يكفي عليه السلام، لأن آدم وهو سمي أبو البشر يقول خلاص، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر علينا إثبات أن الله عز وجل يضحك، فما دليل عبد الله الزيداني؟ إيش؟ طيب، في بعد حديث آخر من اللي مر علينا أمس.
إلى قوله صحيح؟ نعم. طيب ما المراد بالضحك عند أهل السنة والجماعة محمد؟ نعم. أحسنت. طيب وعند أهل التحريف؟ أي نعم. يضحك يعني يرضى، والمراد بالرضا أيضا الثواب أو إرادة الثواب، فتكون نتيجة أن الضحك عندهم يعني الثواب أو إرادته، لكنه بوسائل. يضحك أي يرضى، يرضى أي يثيب. أي نعم. طيب خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف، صح؟ لأن السلف مجمعون على أنه ضحك حقيقي، الدليل أنهم لم يرد عنهم خلافه تحريف إلى من آخر. ثالثا ثانيا أنه نعم صرف لللفظ إلى معنى لا يدل عليه اللفظ، فيكون هذا قول على الله بالعلم من وجهين. الثالث طيب الثالث ذكرناه أن يقول هاتوا دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسره بذلك، وإلا فقد قلتم على الله ورسوله ما لا تعلمون. طيب لا الرضا ثابت له، لكن هذا المعنى هو نعم. طيب على كل حال هذه وجوه متداخلة في الواقع، لكن الشيء الذي نريد أن نرتبه الآن نقول هذا خلاف ظاهر النص. الوجه الثاني خلاف إجماع السلف. الوجه الثالث أنه قول على الله ورسوله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنكم صرفتم اللفظ عن ظاهره وهذا لا علم لكم فيه، والثاني أنكم أثبتم معنى آخر غير ظاهره وهذا ليس لكم فيه علم. هذه شوفوا يا جماعة، هذه الأوجه الأربعة يمكن أن نقولها في كل دليل حرف، كل دليل حرف نقول هذه الأربعة بكل سهولة. هناك أشياء تزيد وجوها في منع ما حرف إليه الكلام لكنها في نصوصها الخاصة، لكن الشيء العام الذي يمكن أن نجيب به هذه الأشياء خلاف. ثانيا خلاف جماعة السلف. ثالثا أنه صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، ويتفرع على هذا أنه قول على الله ورسوله بلا علم من وجهين. طيب وهو نعم نعم هذا صح، هذه نلزمهم بها، نلزمهم. وممكن نجعلها خامسا أن نقول إن كل نص أولوه إلى معنى فإننا نلزمهم في ذلك المعنى الذي أثبتوه نظير ما ألزمونا به في إثبات النص على ظاهره، لأنهم يقولون أنتم إذا أثبتوا على ظاهره فقد شبهتم، لأن هذا للمخلوق. نقول أنتم أيضا إذا أثبتم الإرادة فقد شبهتم، ونقول بل زدتم علينا. مش اللي زادوا؟ لا زدتم علينا إيه؟ التحريف، تحريف النصوص عن ظاهره. نحن أبقينا على ظاهرها ولم نتعرض له وأنتم زدتم التحريف. ستكون هذه الخمسة في كل نص حرفه أهل التعطيل، ممكن تجيب بها في كل نص حرفه أهل التعطيل. اصبر يا أخي، يكفي الخمسة. كيف؟
أقول بعض المحرفين ما يحرفون إلى الإرادة. إيش؟ أقول بعض المحرفين إيه؟ لا يحرفون إلى الإرادة. إلا لأنهم يحرفون إما إلى الثواب وإما إلى غير الثواب أبدا. هذا ما يحرفون إليه. طيب فيها أيضا مر علينا إثبات العجب لله عز وجل، فأين دليله عيد؟ من القرآن ومن السنة. من القرآن نعم. عجبت بل عجبت ويسخرون. طيب من السنة نعم فوزي قوله صح. طيب ما معنى قوله أذلين بندر؟ ينظر إليكم أذلين. ها؟ لا يحيى واقعين في الشدة، وقنطين يائسين أشد اليأس. ثم قال لما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها إلى آخره، فيها إثبات الرجل أو القدم لله عز وجل. والسؤال هل هي يا بدر رجل أو قدم حقيقي؟ على حقيقته لظاهر النص كذا، فنقول فيها كما قلنا في العين وكما قلنا في اليد والوجه كذا. ماذا تسمى مثل هذه الصفات عند أهل السنة؟ الذاتية الخبرية. طيب إلى أي معنى يا عادل حرف أهل التعطيل هذا الحديث؟ ايش قالوا في رجله؟ طائفة. واستشهدوا لذلك أن داود عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أيوب سأل الله لا أنا قلت داود أظنها أيوب. طيب تراجع ما يخالف تراجع. المهم أنه سأل الله فأرسل إليه رجلا من جراد. قالوا رجلا من جراد يعني طائفة من الجراد، يكون معنى يضع رجله أي الطائفة الذين كتب أن يكونوا في جهنم كذا. طيب وقد في الحديث في البخاري الحديث. طيب يا أيمن قدم قال وقوله أو وقوله على اختلاف النسختين. قوله يا آدم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يقول الله تعالى يا آدم. هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يقول يا آدم، وهذا يوم القيامة. فيجيب آدم لبيك وسعديك. لبيك بمعنى إجابة، وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع، ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى وليس بالمثنى، لأن معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد. فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني. قال فينادي بصوت. الفاعل الله عز وجل، وقوله بصوت هذا من باب التأكيد، كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. الطائر الذي يطير بنفسه إنما يطير بجناحيه. طيب، إذن نقول ينادي بصوت من باب التأكيد. لماذا؟ لأن النداء لا يكون إلا بصوت، ويكون بصوت مرتفع ولا منخفض؟ مرتفع. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال إن الله يأمرك ولم يقل إني آمرك، وهذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنى عن نفسه بكنية الغائب. ما قال إني آمرك، قال إن الله يأمرك، كما يقول الملك مثلا لجنوده إن الملك يأمركم بكذا وكذا، تفاخرا وتعاظما. فالله عز وجل يقول إن الله يأمرك من باب التعاظم والكبرياء، والله عز وجل متكبر، له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، له العظمة. ولهذا قال في الآية في القرآن جاء مثل هذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم، لم يقل إني آمركم. طيب، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك، ذرية بني آدم، بعثا إلى النار. الحديث آخره قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. الله أكبر. بنو آدم منهم 999 بالألف كلهم من أهل النار، وواحد من أهل الجنة، فعظم ذلك على المسلمين. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ كيف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، منكم واحد والباقي من يأجوج ومأجوج. نعم. فكبر الصحابة رضي الله عنهم وفرحوا بهذا. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله يقول الله، وقوله ينادي بصوت، حيث إن فيها إثبات القول والنداء لله عز وجل وأنه بصوت، وقد سبق لنا ذلك في الآيات فلا حاجة إلى إطالة النفس فيه. قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ما نافية، ومن أحد مبتدا دخلت عليه من الزائدة للتوكيد، يعني ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، يعني إلا حاله هذه، سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. يوم القيامة يكلم الله الخلائق كلها، ليس بينه وبينهم ترجمان، ويحاسبهم في آن واحد في وقت واحد، وهو على كل شيء قدير. والترجمان من؟ الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة، ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. ويشترط في المترجم 4 شروط. يشترط الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها، وأن يكون عالما بالموضوع ذا خبرة. فلو جاء واحد نريد منه أن يترجم مسائل نحوية وهو ما عارف النحو، نعم، يصلح؟ ما يصلح، لأنه إذا لم يكن هاضما للمعنى ما استطاع أن يعبر كما ينبغي عنه. فهذه شروط المترجم 4. طيب، يقول وقوله في رقية المريض، يعني قراءة على المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. طيب، الله إن نسينا الفوائد المسلكية.
في الحديث الأول يقول الله يا آدم، فيها بيان، فيها أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من 999. وفي الثانية يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه سبحانه وتعالى بذنوبه فيقلع من الذنوب ويخاف. قال في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء إلى آخره. قوله في رقية المريض من باب إضافة المصدر أو اسم المصدر إلى المفعول ولا الفاعل؟ هل المريض راقي ولا مرقي؟ إذن إلى المفعول. يعني في الرقية إذا قرأ على المريض يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أي طهر، والاسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل الأسماء، يعني تقدست أسماؤك من كل نقص. أمرك في السماء والأرض، صح، أمر الله نافذ في السماء والأرض، كما قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء الأرض، وقال ألا له الخلق والأمر. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. الكاف هنا للتعليل، والمراد بها التوسل، توسل إلى الله تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعل منها في الأرض. فإن قلت أليس رحمة الله في الأرض أيضا؟ قلنا هو يقرأ على المريض، والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها مرضه. ثم قال أنت رب الطيبين. نعم، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الغفر سبق لنا أن معناه ستر الذنب والتجاوز عنه، والحوب كبائر الإثم، والخطايا صغائره. هذا إذا جمع بينهما، أما إذا افترقا فهما بمعنى واحد. يعني اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره، لأن في المغفرة زوال المكروه وحصول المطلوب، ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه فلا يوفق ولا يجاب دعاؤه. قال أنت رب الطيبين. أنت رب الطيبين فقط، هذه الربوبية الخاصة. وأما بالربوبية العامة فهو رب كل شيء. نعم، والربوبية قد تكون خاصة وعامة. واستمع إلى قول السحرة الذين آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. واستمع إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. رب هذه البلدة هذا خاص، وله كل شيء عام. أنذر. طيب، من الطيبون؟ الطيبون هم المؤمنون. كل مؤمن فهو طيب، وهذا من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة إلى أن يستجيب الله الدعاء ويشفي المريض. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. أنزل رحمة، هذا الدعاء كل ما سبق من باب التوسل. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. الرحمة نوعان: رحمة هي صفة الله فهذا غير مخلوق وغير بائنة من الله عز وجل، ورحمة بمعنى أنها أثر من آثار الرحمة فهذه مخلوقة. ما المراد بالرحمة هنا؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني.
كذلك الشفاء، فالله شاف ومنه الشفاء، فوصفه الشفاء، والشفاء فعل من أفعاله، وهو بهذا المعنى صفة من صفاته. وأما باعتبار تعديه إلى المريض فهو مخلوق من مخلوقاته. طيب، قوله على هذا الوجع فيبرأ، تحرك الهمزة، فيبرأ ليش؟ منصوب لأنه جواب الدعاء، أنزل رحمة فيبرأ. أما إذا قرئ بالرفع فيبرأ فإنه مستأنف ولا يتبع الحديث. إذا قرأناه بالرفع ما نتبع الحديث، وإن قرأناه بالنصب أتبعناه. يعني معنى إذا قلنا أنزل رحمة من رحمتك على هذا وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ صح. أما إذا كانت فيبرأ فإننا نقف على قوله أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وإذا فيبرأ خبر، يعني جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية فإن المريض يبرأ، ولكن المعنى الأول أحسن. فيبرأ بالنص إيش هذا الوجع أو الوجع يصلح. ما كمنا فيه إثبات وفيه فوائد مستفيدة. نعم. ربنا الله الذي في السماء. كيف نخرج هذا يا عبد الرحمن إبراهيم؟ نعم، كيف نخرج ذلك؟ كيف نخرج قوله في السماء؟ نخرجه على أحد. نعم. وعلى هذا التقدير تكون في لا أحد يتكلم. إما أن نخرجه على أن السماء بمعنى العلو، وعلى هذا التقدير تكون في يلا عبد الرحمن تكون الظرفية، ويكون معنا في السماء يعني على السماء، يعني في السماء يعني في العلو، يعني في العلو. طيب، ها؟ الأكوان وش؟ أي نعم، السماء السبع الطباق، يعني ما على السماء لأنه فوقها. طيب، نحتاج إلى دليل يثبت لنا أن في تأتي بمعنى على. لا، ما هو على كل حال. صلي بينكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، مع أن قوله فامشوا في مناكبها في احتمال أن تكون على مناكبها. طيب، جديد. قال وقوله أو وقوله بالرفع ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني فيها إشكال لغوي، فما هو الإشكال وما الجواب عنه؟ محبوب، حذف من الوغاية ولا من الفعل؟ أيها من الفعل يعني. طيب، وش الجواب على هذا؟ يعني أنها يجوز إذا اتصل من الوقاية في الفعل جاز حذف من الرفع. طيب، ويجوز هذا بكثرة.
قوله ألا تأمنوني وأنا يعني ألا تعتبروني أمينا وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه مأمون، وسيد الأمم عليه الصلاة والسلام، والرسول الذي ينزل به بالوحي عليه هو أيضا أمين. إنه لقول رسول أمين كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. طيب، وهذا له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم، فقال له رجل اعدل، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والعرض هنا ألا للعرض، كأنه يقول ائمنوني فإني أمين من في السماء. فنقول بلى، نأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بأنه سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام. الشاهد قوله من في السماء، ونقول فيها ما قلناه فيما سبق. طيب، قال وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماوات قال عليه الصلاة والسلام والعرش فوق الماء، فإن بين السماء السابعة والعرش بحرا بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء. ويشهد لهذا قوله تعالى وكان عرشه على الماء. قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى، وفوق العرش، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، بل قد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الشيء الذي ضميرك يعلمه الله، مع أنه ما بال لأحد، حتى أنت ما نطقت به والله عز وجل يعلمه. قال وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان. قالت في السماء، يعني على السماء أو في العلو على حسب الاحتمالين السابقين. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وعند أهل التعطيل هي بقولها في السماء إذا أرادت أنه في العلو هي كافرة، لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر، إذ يقولون إن الجهات لا تحويه أبدا، إنها خالة منه، ليتهم يقول لا تحويه لكن يقول خالة منه. نعم. طيب، استفهام النبي صلى الله عليه وسلم بأين يدل على أن لله مكانا، ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة، لأنه أكبر من كل شيء، وأن ما فوق الكون عدم، ما هناك جدران ولا جبال ولا أشجار، عدم، ما ثم إلا من؟ إلا الله عز وجل، فهو فوق كل شيء. طيب، وقوله وهو يعلم ما أنتم عليه يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه. وإذا آمنا بهذا الحديث فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية، وهي تعظيم الله عز وجل، وأنه في العلو فنخافه، وأنه يعلم ما نحن عليه فنقوم بطاعته بحيث لا يفتدنا حيث أمرنا ولا يرانا ولا يجدنا حيث نهانا. وفي قولها اعتقها فإنها مؤمنة دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع، عتق العبد الكافر ليس بمشروع، ولهذا لا يفرغ في الكفارة. لماذا؟ لأن بقاء الكافر عندك رقيقا
فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة، فإذا اعتقته إيش؟ تحرر، وإذا تحرر فيخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر، لأن أصل الرق هو الكفر كما مر علينا في الفرائض. فإذا حررناه وعتقناه ربما الآن يقول ما لحدنا عليه كلام، ثم يرجع إلى الكفر ويبقى معينا للكافرين على المؤمنين. ثم قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. فهذا الحديث بمعية الله عز وجل، وقد سبق أن معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض، بل يمتنع غاية امتناع أن يكون في الأرض، لأن العلو من إيش؟ من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا، بل هي لازمة له سبحانه وتعالى. وقول الرسول أفضل الإيمان أن تعلم يدل على أن الإيمان يتفاضل، لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت خفت منه عز وجل وعظمته. لو كنت في حجرة مظلمة ما فيها أحد فاعلم أن الله معك، لا في الحجرة لكنه سبحانه وتعالى لإحاطته يكون معك، وليس في الحجرة. طيب، كذلك يقول: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، البصاق معروف أولا، قبل وجهه يعني أمامه، ولا عن يمينه. أما كونه لا يبصقن قبل وجهه فإنه علل قال: فإن الله قبل وجهه. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. طيب، وعن يمينه؟ قال العلماء، بل أظنه ورد في حديث: فإن عن يمينه ملكا. ثم على فرض أنه ليس الأمر كذلك فإن اليمين أفضل من الشمال فيكون على اليسار، ولهذا قال: ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طيب، فإن كان في المسجد؟ قال العلماء: في خرقة منديل أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة البصاق كذا، أو عن يساره. طيب، ما خالف إذا قدرنا إن إنسان عند الجدار ووراء الجدار شارع وجدار قصير، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. كان الناس في الأول يصلون في سطوح المساجد، ما أدركتموها ولا لا؟ السطح يكون له جدار قصير على الشارع، نعم، فيمكن بكل سهولة. على كل حال، هو إذا كان لا يمكن أن يبصق عن يساره إلا في المسجد فلا يبصقن في المسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. يستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى قبل وجه المصلي أمامه، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال إنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء، ولا لا؟ نعم، هو الذي قال ذلك، ولا تناقض بين كلامه هذا وهذا، إذ يمكن الجمع من 3 أوجه. الوجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين محال أبدا، لا يجمع بين متناقضين.
الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك. صح؟ الآن مثلا هذه النجفة أمامي وهي فوق ولا تحت؟ فوقي. الرجل يستقبل الشمس في أول النهار فتكون أمامه وهي فوق في السماء، يستقبلها في آخر النهار تكون أمامه وهي فوق في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك. الوجه الثالث أن نقول هب أن هذا ممتنع في المخلوق فإنه لا يمتنع في الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. ويعدها لنا الآن عبد المنان. عد الأوجه الثلاثة. أولا ما هو بدأ امتنع، لا، إن صفات المخلوق أو صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. طيب هذا اللي قلت الرسول قاله هنا وقال في الأول ربنا الله في السماء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأراضين ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. عندي خالق فالق والأرضين عندكم إيه والأرض بس أنا قلت الأرضين. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا حديث عظيم. توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بربوبيته في قوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء. وهذا من باب التعميم بعد تخصيص ورب كل شيء. وهذا التعميم بعد التخصيص لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. واستمع أو وانظر إلى قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها مش بعده وله كل شيء حتى لا يظن ظان إن ما إلا هذه البلدة. نعم فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى. فالق الحب حب الزروع والنوى نوى الغرس. فالأشجار التي تخرج إما زروع وإما غرس أشجار. ما للأشجار يسمى نوى وما للزروع يسمى حب. فالق الحب والنوى هذا الحب الجماد وهذا النوى الجماد اليابس يابس كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الرب عز وجل يعني يفتحه حتى تخرج منه الورق والزرع. هل أحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا والله لا يستطيع. مهما بلغ الناس في القدرة ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا. النوى كذلك. هذا النوى الجامد الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الله عز وجل ينفلق وينفرج ثم تكون منه الغريزة التي تنمو. لا أحد يستطيع ذلك إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى.
طيب لما ذكر الآية العظيمة الكونية ذكر الآيات الشرعية، وهو قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم هذه الكتب، أعظم كتب أنزلها الله هي الثلاثة هذه: القرآن، التوراة، والإنجيل والقرآن. وبدأها على الترتيب الزمني، على الترتيب الزمني، وهي في الحقيقة ليست ترتيبا بفضل، بل المتأخر هنا أفضل من المتقدم، لأن المتأخر ينسخه، أي ينسخ المتقدم. فلهذا تأخيره في الذكر لا يعني تأخيره في المرتبة، بل الآخر أفضل من الأول. وقد رتبهم الله عز وجل في القرآن هذا الترتيب، فقال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب العظيمة منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء به القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم. وقال تعالى في أول سورة عمران: نزل عليك الكتاب الحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نعم. قال أعوذ بك من شر نفسي. الله أكبر، تلجأ إلى الله من نفسك، يعني أعظم من هذا اللجوء. يعني أنا ألجأ إلى غيري من غيري، ألجأ إلى هذا الرجل الذي معه السلاح منين؟ من السبع أو من رجل عدو لاحقني مثلا، لكن ألجأ من نفسي لغيري لا يمكن أن ألجأ من نفسي لغيري إلا وهذا الغير أشفق من نفسي علي. من هو؟ الله عز وجل. ولهذا قال أعوذ بك من شر نفسي. شوف، تهرب إلى الله بنفسك من نفسك. ومع هذا أيضا تلجأ من الله إلى الله. سبحان الله العظيم. صح، من يحميك من الله؟ الله. ولهذا جاء في الحديث أعوذ بك منك، أعوذ بك